يا ترى عمرك وقفت قدام كلمة فيها apostrophe s وبقيت محتار يا ترى معناها ايه؟ هقولك ان الابوستروفي اس مش بس علامة صغيرة، دي ليها 3 استخدامات مهمة جدا في الانجليزي. يلا نعرفهم مع بعض. What does it mean؟ يا ترى تعني ايه؟ هقولك ان انا اول حالة من حالات الابوستروفي هي الاختصار contraction. يعني مثلا is اختصارها apostrophe s، الار اختصارها apostrophe re، الام اختصارها apostrophe m، الهاز اختصارها apostrophe s، الهاف اختصارها apostrophe ve. let us ممكن اختصرها وتبقى let's let apostrophe s. بس خد بالك معايا ان has و is الاتنين اختصارهم apostrophe s. طب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ هقولك ان هتجيلك is بمعنى verb يكون apostrophe s لو جه بعدها اسم او صفة او فعل متضاف له ing او جر ومجرور. تعال نشوف المثال مع بعض. he stole he stole. يبقى هنا الابوستروفي اس هي اختصارا لverb to be اللي هو is. he is at the park he is at the park. يبقى هنا الابوستروفي اس اختصار لverb to be is لان جه بعدها جر ومجرور. اما has هتبقى او اختصارا للابوستروفي اس لو جه بعدها فعل في التصريف الثالث اللي هو الباست participle، زي he's eating pizza هو تناول البيتزا. هنا الابوستروف اس اختصارا لهاز لان جه بعدها فعل في التصريف الثالث. اما الحالة التانية معانا هنا هي النيجاتيف النفي. بدل ما اقول he is not بقول he isn't، يبقى اختصارا not بقول in apostrophe t. بدل ما اقول they are not بقول they aren't. بدل ما اقول they do not بقول they don't. الحالة الثالثة البوسيسيف الملكية، ودي بستخدمها لإظهار الملكية أو الانتماء، زي this is علي's book إنه كتاب علي. حطيت الأبوستروفي اس بعد المالك وبعدين جبت بعدها الاسم المملوك. these are girls pens هؤلاء أقلام البنات. عندي الاسم المالك جمع فأنا حطيت بعديه أبوستروفي بس. خلي بالك الأبوستروف الصغيرة دي ممكن تغير المعنى كله، سواء contraction اختصار أو negative نفي أو position ملكية. بسيطة في الشكل لكنها قوية في المعنى. For more don't forget to like, share and subscribe.